جماعة في مسلسل هينزل في رمضان عامل بلبلة كده وإثارة للجدل، مسلسل معاوية وعدد حلقاته 30 حلقة اللي هيكون باللغة العربية الفصحى، ودي حاجة جميلة جدا وواقعية قوي الصراحة. المسلسل ده اتأجل أكتر من مرة وأخيرا هينزل على قنوات MBC ومنصة شاهد. الميزانية بتاعت المسلسل ده ضخمة جدا، تقريبا كده حاجة فرنج 100 مليون دولار. أيوة زي ما سمعتم كده بالظبط 100 مليون دولار. صناع العمل قالوا إن ما كانش ينفع الميزانية تقل عن كده خالص علشان يقدروا يقدموا لنا صورة بصرية مبهرة ومعارك تاريخية معمولة بحرفية عالية. طب يا ترى المسلسل ده بيتكلم عن ايه؟ اسمه معاوية، يعني هيكون بيتكلم عن ايه يعني؟ المسلسل بيحكي عن فترة مهمة في التاريخ الإسلامي، بتبدأ من استشهاد الخليفة عثمان بن عفان وبتعدي بتولي علي بن أبي طالب الخلافة وبعدين استشهاده لحد ما بتوصل لمعاوية بن أبي سفيان وتوليه الحكم. بالنسبة بقى للأبطال واللي هيجسدوا الصحابة والصحابيات، ومن هنا بتيجي إثارة الجدل، لأن احنا مش متعودين أو بمعنى آخر مستحرمين إن يكون في تجسيد للصحابة والصحابيات. المهم الأبطال اللي معانا الممثل السوري لوجين إسماعيل، واللي هيلعب دور معاوية ابن أبي سفيان إياد نصار اللي بيجسد شخصية علي بن أبي طالب. الممثل السوري أيمن زيدان واللي هيلعب دور عثمان بن عفان. الممثل السوري وائل شرف واللي بيجسد شخصية عمرو بن العاص. وهيكون من مصر النجمة الكبيرة سوسن بدر وأسماء جلال واللي هتقوم بزوجة الصحابي معاوية بن أبي سفيان. المسلسل من تأليف خالد صلاح وكان من إخراج طارق العريان لكنه اعتذر. تولى المهمة المخرج المصري أحمد مدحت. المسلسل اتصور في تونس في مواقع تاريخية علشان ينقلوا لنا الأجواء بتاعة العصر الأموي. كمان الممثلين خضعوا لتدريبات مكثفة على ركوب الخيل والقتال بالسيوف علشان يقدموا المعارك بأعلى درجة من الواقعية. المسلسل ده متوقع إنه يكون من أهم الأعمال في رمضان 25، والناس كلها مستنية تشوفه علشان يتعرفوا على الأحداث التاريخية بشكل درامي مشوق. يا ترى هتتابعوا المسلسل؟ مستنية رأيكم في التعليقات، وشكرا يا فندم.